السلام عليكم، كيف حالكم شباب؟ اليوم جبنا لكم فيديو جديد، وقبل لا نبدأ الفيديو قبل اسوي لكم بحركة جديدة. اوكي، قبل لا نبدأ الفيديو لا تنسى تشترك اذا ما كنت مشترك، ولا تنسى تدعمنا بزر اللايك. لايكم في الصدى، حبيتوا صح؟ اوكي انا نرجع طبيعيين. فيديو اليوم راح يكون ردة فعل عن ماذا قالوا عن نادي النصر العالمي. ماذا قالوا عن نادي النصر؟ راح نشوف الحين مقاطع بارت 2 عن ماذا قالوا عن النصر. شفنا عن الهلال، الحين النصر، بعد الاتحاد، وهكذا وهكذا وهكذا. بس قبل لا نبدأ الفيديو لا تنسى عزيزي المشاهد اللايك والاشتراك، وخليكم على المقطع. نبدأ طبعا زي ما قلت لكم هذه المقاطع جايبها من تويتر، كتبت كذا في تويتر ماذا قالوا عن نادي النصر، طلعت لي هذه المقاطع. هذا وش تحواها وش تسوي ما ندري. نشوف الحين مع بعض بقيب الموضوع. جاهزين نبدأ. بسم الله. أولها من عربي آسيا نادي النصر، ولذلك كني وسمي بالعالمي في أعقاب مشاركة في مونديال الأندية بالبرازيل. النصر اللقب الآخر اللي يعني ملفت في النصر هو لقب القاري، لأن أول نادي آسيوي يلعب مباريات رسمية في 4 قارات مختلفة. النصر لعب في آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا، أول نادي آسيوي يقوم بذلك، فبالتالي قاري. أول نادي سعودي يحصل على الدوري السعودي لمرات متتالية، أول نادي آسيوي يصل لكأس العالم للأندية، أول نادي يحصل على جائزة اللعب النظيف، صاحب أكبر نتيجة في تاريخ مسابقات الكرة السعودية بعدما فاز على نادي النجمة 18-0، أول فريق في المملكة يحصل على بطولة كأس الاتحاد، أول نادي يحقق أحد نجوم لقب هداف الدوري 6 مرات، وصاحب هذا الإنجاز هو الكبير الهداف ماجد عبد الله. أول نادي يسمى باسم النصر في الوطن العربي. أصبح اسم النصر اسم مخيف، هم من صنعوا هذا التاريخ. نادي النصر السعودي صنع هذا التاريخ، وأصبح اسم النصر اسم مرعب. أنا ما أدري، يعني أنا قد سمعت عن موضوع نادي النجمة أنه فايزين على 18، بس ليش 18؟ أنتم يعني كنتوا لدرجة فاضيين في المباراة؟ ما في شيء في المباراة إلا أنكم تسجلون أهداف، الحارس سجل، مدرب سجل. 18 والله مرة كثير. 18-0 كانوا يلعبوا بدون حارس النجمة. والله هذه مباراة ترى لازم نشوفها، لازم نسوي عليها ردة فعل. ما أدري، أتوقع أنها قديمة، لكن إذا حصلناها نسوي عليها ردة فعل. 18 هدف، كيف ضبطت معهم ما تدري. بس أرقام الأمانة جدا جميلة. النصر سمعت قبل شوي أول قاري ولعب في 4 قارات مختلفة، وعنده مدري وش، يعني في للنصر أسبقيات جدا كبيرة للأمانة. جاهزين. لعب الشيء اللي أنا أعرفه وحموت عشان فريقي، هذه ما فيها كلام. مكسور ويجي جمهور ونادي النصر يجي يستقبلك الاستقبال هذا، يعني ويوريك إنه أنت حاجة كبيرة. يعني نادي النصر وهو نادي اللي أبرزني، جمهور نادي النصر هو أبرز محمد السحلاوي. ما هو مادي، لأني أنا تنازلت عن تقريبا 8 مليون للاتحاد. رغبتك اليوم لمن؟ النصر، نادي النصر. دكة في النصر ولا في أي نادي أساسي، معليش. لعب الشيء اللي أنا أعرفه والله كل احترام لكم جميعا إلا آخر واحد. هذا لا اللي ضبط دكة في النصر، ولا الأساسي في النصر، ولا الدكة في الشباب، ولا فهد نفسه، ولا بثوث في التيك توك. وين نافذة؟ والله في التيك توك، أو دخل مع أخوه إبراهيم، بعد صاروا 2 يلعبون جولات. أوكي بعده. لا أنا ما سميتهم جمهور فوز. أنت قلت إن الأهلاويين جمهور فوز. ما في شك إنهم يعني لو يصير شيء على النادي، على الأقل يوم إني أنا كنت موجود، لو يصير أي شيء ونهزم هزيمة ولا ذاك، يهجرون المدرجات ويهجرون كل شيء. كان وهذه خاصية لجمهور الأهلي غير باقي جماهير الأندية الكبرى. أنا اللي أنا شايفه مثلا، شوف النصر على كثر إنه بعيد عن البطولات. شوف الجمهور ينهزم اليوم بكرة في المدرجات أكثر. لا أنا ما سميت الجمهور. يا أخي غريب والله اللي قاعد أسمع أنا، يعني ما أدري حاليا. هذا أتوقع المقاطع قديمة، أتوقع هذه سنوات 2008 و2009 2010 2011 2012 كان النصر مغيب عن البطولات، وكان مغيب عنه، فكان الجمهور هو اللي يحضر. لكن حاليا يمكن بدأ جمهور النصر يرجع، يمكن بس يعني تتكلم في السنوات الماضية يعني الحضور لك عليه شوي، لكن حاليا أتوقع أن الجمهور بدأ يرجع. اللي بعده. مرة أنا في حياتي أشوف نادي في أي بلد في العالم في ملعب معه هالجماهير كلها، ما عمر شفت. يلعب في النصر ويشوف جماهيره ما يندم أبدا.
عنده عشاق ما عنده جماهير. اثبتنا هالسنه جماهيريه نادي النصر انها الاكثر في المملكه. جماهير نادي النصر مهما قدمت لجماهير نادي النصر لو كل سنه نطلع ب5 6 بطولات ما حوفيهم حقهم. فريق يخسر بطوله خلال يومين ويحضر له الحضور هذا ما قد شفته صراحه حتى على مستوى كل الفرق تلعب ذهاب واياب الا النصر يلعب اياب وياب. مره انا في حياتي قوية هذه، يلعب اياب وياب. لا تصريح قوي هذا والله قوي. اوكي اللي بعده عبد الرحمن بن سعود بيساعد في نقطة أيضا خالد إن أنا أعرف إن في شركات فعلا تجامل فريق أو تجامل شركة أو تجامل مؤسسة أو تجامل طرف أيضا لبعض المصالح، مش على أساس إن هذا الشخص قوي أو الشخص الأفضل أو المجاملات موجودة خاصة في السبونسر موجود. وأظن الأمير عبد الرحمن سعود يعرف إن في بعض المجاملات تحصل في الرعاة، يعني جامل على اساس انه هو له مصالح اخرى مش لازم عشان. اما اذا جماهيريه النصر اكثر طبعا، جماهيريه النصر اكثر. هذا عن من كان يسولف هذا؟ هذا بسبب له مشاكل. ما ادري عن من كان يسولف، لكن واضح ان الموضوع متعلق بالرعاة وما الرعاة وجلد النادي اللي كان يسولف عنه. يال هذا تحديدا احب اشوفه كذا بعد بطوله الاتحاد، اخر مره بطوله 2018 او فوز كذا قوي او كذا يجيب لك كلام صميم. اسمع عزيز مشاهد، اسمع عزيز النصراوي، اسمع. هنا فرع في شرع النصر مشروع ازلي واحد، ان العشق صامد وعند اي اهتزاز يبرز ويشع في قلوب العالميين الاعتزاز، فيجتمعون عن بكرة ابيهم على قلب واحد براق يصعدون به للشمس، يطوقون الآفاق، يقتصون من الليل وقمره ويغيرون مواعيد الإشراق، يجهزون الفارس ويستحثونه على الانطلاق، وعندما يطأ أصغر فرسانهم البساط تشتعل نيرانهم بمن حضر أيا كان كبر أم صغر، لأنه وببساطة أول علامات النصر. فمن قال إنه مشروع، النصر أساس في الموت فرع في شرع النصر مشروع. يقول كلام عميق جدا، عميق مرة عميق، يعني أنا يمكن مرات ما أفهم عليه. مرة عميق. ياسر القحطاني يتكلم عن بطولات النصر، هذه حصرية، هذه فقط عندي. خلينا نشوف. ما حقق بطولات يعني، لكن النصر أعتقد إنه تاريخه يشفع له 15 سنة قدام إنه ما يحقق، لأنه نادي كبير، فريق عريق، جماهيرية يعني ما شاء الله تبارك الله. اوكي ياسر القحطاني يتكلم عن النصر، هذه ام المعارك. اتوقع اقوى مقطع هذا بيكون الكابتشن حق المقطع اليوم. شوف يا عيال، صحيح مركزين اكيد. يلا يعني انا من تجربتي مع الهلال واعرف الهلاليين فيهم اشياء مو كويسه، يعني انا كجمهور قصدك؟ يعني مو بعادلين مع اداراتهم ومع مسيرين ناديهم. انا عبد الرحمن في السنه انا اعتبر في سنتين انا اتابع الهلال، انا بديت اشجع الهلال وعنده 3 بطولات. كان النصر اكثر مننا بطولات، والاهلي اكثر مننا، والاتحاد اكثر مننا، انت اصغر مني بكثير. احنا كنا نفرح بالتعادل مع النصر، لان النصر كان ورا بعض هزايم الهلال. انا قعدت كم سنه اشجع الهلال، اول سنه شفتها نفوز فيها على النصر، رابع سنه تشجع فيها الهلال. يا ساتر، رابع سنه كان رابع سنه عبد الله بن مساعد يفوز على الهلال على النصر. لما انا ما ادري، هذا التاريخ احس انه قاعد يطمس حاليا، وقاعد انه يعطيك انه عهد الاحتراف ومن 2009 واطلع، وهذا عهد. طب اللي قبل كذا، طب الانجازات اللي انا سويتها اول ما لها اي معنى. يعني تخيل ان النصر او الهلال ما قد فاز على النصر لمده 4 سنوات. وين التاريخ في هذا المحور؟ وين التاريخ؟ لما انا ما ادري، عاد الحين قاعدين يسوون احصاء للبطولات، والله يستر، الله يكفينا الشر. الاتحاد 12 بطوله الظاهر بيطلع له، الله يستر. وكذا يكون شفنا ماذا قالوا عن نادي النصر بارت 2. اتمنى ان يكون عجبكم. انا في تصريحات كانت قويه، خصيصا اخر تصريح عبد الله بن مساعد، ختمنا علم التصريحات فيه امانه. يعني زي ما قلت، ما ودي ارجع اعيد الموضوع مره ثانيه، التاريخ وما التاريخ، وين تروح هذه التاريخ، وكيف انت تطمس هذا التاريخ، وكيف قاعد تهمش هذا التاريخ، ما له دخل. لكن بشوف مستقبل وش ممكن يصير. على العموم كذا كون وصلنا لنهايه المقطع. اتمنى المقطع يكون يعجبكم. لا تنسوا تعطونا رايكم تحت في الكومنتات، لايك، شير، سبسكرايب، كومنت. سلام.